يا صباح الخير. من يومين او 3 اكتشفت حاجه كده بالصدفه، هي دي اللي انا هعمل لكم عنها فيديو النهارده. اكتشفت وانا بدور على مكان لذيذ كده فيه طبيعه وبتاع على بوكينج، اروحه اقعد فيه في الويكند. لقيت هيلتون، سعره بحوالي 250 الف ليره لبناني، اللي هو المفروض 160 دولار لو حولتوه على بوكينج لو كان كرنسي بالدولار، لكن هو اكشلي بحوالي 18.8 مثلا دولار. انا كرحمه عشان معايا دولارات حولتها في السوق السوداء، الدولار ب 12,000 وحاجه او 13,000 كمان، فده السعر. فانا النهارده رايحه هيلتون اقعد ليله فيه باقل من 20 دولار. ودي برضو العربيه اللي انا مأجراها هنا. طب يا جماعه طلع انذار خاطئ، مع اني انا كلمتهم عشان اتاكد من السعر قبل ما اجي، بس ستيل برضو يعني قالوا لي 270 وهتدفع باللبناني عادي جدا، زي ما قلت لكم اللي هو 18 دولار وحاجه. وحتى سالت اصحابي يقول لا، يعني كل حاجه كانت تمام. جيت على الريسبشن اسال، قالت لي لا ده بمليون ومش عارف ايه، اللي هو حوالي 85 دولار. ستيل ارخص، بس يعني انا مش في بوزيشن اقعد ب 85 دولار خالص الليله. وكان الموضوع تحدي بالنسبه لي ان انا هقعد في هيلتون ب 20 دولار، هي دي الفكره. يعني المفروض رايحه على مكان اسمه بول داتا، ده بول على روف توب كده، من يعتبر اكتر اشهر الاماكن اللي فيه بول، اكسس للبول يعني، وكافيه وبار وكل حاجه في نفس المكان يعني. فرايحه دلوقتي، المفروض ان هو في الحمراء في بيروت. هقضي اليوم في البول وكل حاجه واروح البيت، مفيش اي حاجه حصلت. هنا المكان ده زي ما قلت لكم ان هو روف توب بول، زي ما انتم شايفين البول هنا اهو، واحنا على الروف. لو شفتوا الفيو من هنا هتلاقوا، تقدروا تشوفوا يعتبر بيروت كلها. المكان ده كان اتأثر بالاكسبلوجن، الانفجار، بس مش قوي يعني، كان بعيد شويه. كان في مطعم تحت اتأثر جامد، وفي كام حاجه اتأثرت، بس هنا الحمد لله الدنيا كانت تمام. المفروض ان هنا الدخول من قبل الساعه 4 بيبقى بحوالي 30 جنيه مثلا حاجه كده، بس بعد الساعه 4 بيبقى 15 غالبا. احنا لسه عشان ما دفعتش بس الدخول، ف بعتمد على سكتي القديمه، بحوالي 15 جنيه، وتقدروا ان انتوا تبقى اكسس على البول. وهنا المطعم، شايفين المطعم هنا. اسعار الاكل طبعا زي ما قلت لكم، يعني الموضوع مش طبيعي بجد. يعني انا بس برجر مع فرايز مع كل حاجه 25 جنيه، يعني اللي هو وات. والجوده بتاعت الاكل والجوده بتاعت الحاجه والناس نفسها وكل الكلام ده والفايبس بصراحه يعني تحفه. دلوقتي المفروض رايحه على مكان تاني دايما كنت برضو بروحه المره اللي فاتت لما جيت لبنان. المفروض ان هو كافيه وفي نفس الوقت فيه بورد جيمز، ومكان لذيذ عامه. نقدر لو عايزين تروحوا مع حد مثلا وتلعبوا بورد جيمز عامه، زي مونوبولي، ريسك، سكرابل، مش عارف ايه، كل الكلام ده هتلاقوه هناك. وقعدته لذيذه والفيو بتاعه حلو برضو، وكواليتي البرودكتس عامه عنده او الاكل هناك حلوه، فمتجه هناك دلوقتي. هنا تقدروا تاخدوا كلاسز. بصوا هنا اوضه درامز، حرفيا في عزل للصوت اللي هو محدش هيسمعكوا ابدا. بصوا في كل حاجه، سبيكرز، كل انواع الطبلات. وده مش عارفه ده ايه، انا هديكوا كلاس دلوقتي خطير. فالمكان لذيذ عامه، والمفروض ان هو اصلا اسمه اونوماتوبيا ميوزك هاب، فبيبقى فيه على طول حفلات لايف ميوزك، مش عارف كلاسز بيانو وجيتار وكمان وكل حاجه. فمكان لذيذ، فايبس لذيذه قوي بصراحه. هنا بصوا مثلا الاسعار بتاعت الحاجه،
بتتراوح من 8000 ل 15000 ل 20000 اللي هي ماكسيمم، يعني بتوصل مثلا ل 25 جنيه 30 جنيه هم يعني هتطلبوا ايه بقى. ف يا جماعه الموضوع مش طبيعي. طبعا بورد جيمز ببلاش، يعني انا بختار سكرابل، دايما بحب العب سكرابل بتاعت الحروف دي. فالفيديو ده كنت حابه ان انا اوريكم كده فكره، مثلا لو عايزين تقضوا يوم هنا في بيروت ايه الدنيا، لو مش حاجه سياحيه او كده وعادي تشيل يعني. حتى مع الخطه ان هي اتغيرت، كنت المفروض رايحه هيلتون او اقعد اتشيل في الفندق وبول وكده. لقيت حلول تانية وعادي اليوم كان لذيذ جدا، وهقدر اشوف الغروب من هنا. شايفين جبل لبنان هنا، فين هنا فبيروت بجد مدينه لذيذه، والناس هنا لذيذه، والاسعار جميله، ودايما هتلاقوا اوبشنز ان انتوا تنبسطوا وتغيروا جو عامه. فاتمنى ان انا اكون وريتكم ده في الفيديو، وانا اسفه انه خيبت توقعاتكم ان انا ما قعدتش في الاخر في هيلتون ب $20. واشوفكم في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عايزين برضه تعملوا لي فولو على انستجرام فيسبوك تيك توك. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.